السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا اللايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة بإذن الله هنعمل الفول النابت. احنا نبتناه في البيت، وهقول لكم عملته ازاي بالظبط. بصوا، هو بالطريقة دي كده. ده اول حاجه. على فكره دي مش الكميه كلها، انا عينت نصها برضو في الفريزر لان هو كميه كبيره. ده نص كيلو فول بلدي، تقريبا ب15 جنيه. انا جبت الفول نقيته كويس قوي ونقعته في ميه من الساعه 7 الصبح لحد 7 بالليل. بعد كده غسلته كويس قوي ونقعته في ميه كمان تاني نظيفه من 7 بالليل ل7 الصبح. وبرده نفس الطريقه تاني يوم شطفته كويس قوي ونقعته في ميه نظيفه من 7 الصبح ل7 بالليل. وبرده كمان نفس الطريقه الليله اللي بعديها. يبقى انا كده نقعته لمده يومين كاملين. بعد كده جيت الصبح الساعه 7 شطفته كويس قوي. بعد ما شطفته كويس رحت مصفياه بقى من الميه، ما حطيتوش في ميه تاني. وجبت قماشه، اي قماشه زي كده نظيفه، اي قماشه شطفتها كويس قوي وعصرتها كويس، نشفتها من الميه ورحت مغطيه بيها الفول وهو ما فيهوش ميه. برضو من 7 الصبح ل7 بالليل. جيت بالليل شطفت نفس الطريقه وصفيت الميه خالص وغسلت القماشه تاني وغطيته تاني. وبرضو نفس الطريقه، هو يومين كده ويومين كده، يومين بقماشه مبلوله ويومين يتنقع في ميه. بس اهم حاجه لازم نغير له الميه كل 12 ساعه، نغسله كويس ونغير الميه. الطريقه دي يلا كده بينا نبدا ونشوف ازاي. بصوا لو واخدين بالكم كله منبت وزي الفل. بصوا، وبكده اكون شطفت الفول كويس قوي وزودته ميه وحطيته على النار. لازم الميه تكون كتير عشان ما تزوديش كل شويه ميه. وحطيته على النار بدأ يغلي. هنضيف ليمونه بالطريقه دي ونحط القشره كمان، احنا غاسلين الليمونه بس مش هحط الا قشره واحده. كده انا عصره عصير قطيه واحده، ضربتها في الخلاط كويس قوي وضفتها. دي حاجه اختياريه بقى على حسب ما انت تحبي بقى هتضيفيها او مش هتضيفيها. كمان هنا هضيف سنه شطه صغيره. وبكده بعد ما غلي كويس قوي النابت هنشيل الريمه اللي من فوق دي. ده احنا حطينا السمنه على النار. على فكره احنا بنعمل يعني كل واحده ليها حريه الاختيار في الحاجه دي. كده ده توم مفروم. كده حبايبي هنضيف التومه دي على النابت. وهنظبط الملح بتاعه وكده تمام قوي. نحط له حبه كمون مطحون. وكده ده عيش شمسي احنا بنخبزه في الصعيد اللي هو ده، بس هو ساقع. انا قطعته وبنقطعه بالطريقه دي، بنسقي فيه الشوربه بتاعه النابت. وكده تمام زي الفل. هنبدا بقى نسقي فيه. بسم الله. وبكده حبايبي نكون خلصنا الفول النابت وطالع تحفه وطعمه جميل جدا جدا جدا. وده سقينا فيه وطبقين برضو فول، وكمان فيه تاني فول نابت في الحله كتير. وكمان عينت قدهم كمان في الفريزر تاني فول برضو متنبت. يعني النص كيلو طلع معايا كميه محترمه. لما تروحي تجيبي من عند راجل حبه فول نابت بيديكي قد دول تقريبا ب10-15 جنيه. كده تكون وجبه يعني مش مكلفه. والوجبه دي كلها مش هتتكلف معاكي كام؟ 7 جنيه. وفول النابت حلو جدا وطعمه حلو والشوربه كمان بتاعته حلوه جدا. واتمنى منكم تجربوه. السلام عليكم.